المصنفة درجتها 90 درجة فما فوق. هيستوري بوك 97 درجة. ليت نايت ريكوست 99 درجة. تروكانيني 96. ريد فالور 92 درجة. هابي سايز 91 تشارك في هذا الشوط. الأفراس الحاصل على 90 درجة فما فوق في التصنيف. الأفراس المصنفة سعوديا وخارجيا 90 درجة فما فوق. الأفراس التي شاركت في المملكة مرتين فأقل تشارك. اللحظات الأخيرة مشاهدينا متابعينا الكرام لانطلاقة الأفراس الباحثة عن الشوط الثاني في اليوم الثاني والختام لنهاية دورة عز الخيل في عقدها الثالث في العام 21. هنا تروكانيني ابنة ماونت نيل تستعد مع مشاري العيسى لأخذ البوابة الخامسة. الاستعدادات النهائية ممثلات اسطبل ابراهيم رشيد. بوابات رفعت الراية مشاهدينا الكرام. فتحت البوابات للإثارة والندية. تجمع الأفراس 5 رؤوس تمثل 4 أشيار تتنافس في الشوط الثاني في اليوم الختامي لنهاية دورة عز الخيل. 400,000 ريال. هافنز عايس وريد فالور في المركز الثاني. هيستوري بوك تأتي الآن من المنتصف الآن لانتزاع الصدارة والتقدم الآن. هيستوري بوك تتقدم الأفراس بطول ونصف الطول في المركز الأول، وأيضا ريد فالور في المركز الثاني في هذه اللحظات المطاردة. أيضا تأتي من هافنز عايز من الخارج الآن، فيما هيستوري بوك في الصدارة بطولين في المرتبة الأولى، وأيضا ريد فالور في المرتبة الثانية. هافنز عايز تأتي للتحدي مع ريد فالور تتقدم في المطاردة لمطاردة هيستوري بوك صاحبة الصدارة. 97 درجة تصنيف لهيستوري بوك. ريد فالور تأتي أيضا مع هافنز عايز. الإثارة بدأت مع 400 متر الفاصلة. هيستوري بوك هل تواصل أم تأتي المباغتة؟ بالفعل مشاهدينا الكرام المباغتة تأتي من هافنز عايز تتقدم الآن لانتزاع الصدارة. إذا هافنز عايز الخوف من القادم. هافنز عايز تتقدم الدخول. ريد فالور الصراع إلى خط النهاية. ريد فالور إذا ريد فالور مشاهدينا الكرام تقدم أفضل وتحقق المبتغى والمطلوب. ريد فالور التصنيف 92 درجة للملك اسطبل الغريبان ابنة بيفوتال. تقدم عطاء مميز في نهايات دورة عز الخيل. صراع الأفراس لم ينتهي إلا على خط النهاية. ألف مبروك لاسطبل الغريبان للمدرب فواز الغريبان الذي يتلقى الثانية. دقيقة و38 ثانية و53 جزء من الثانية. شكرا زميلي فايز الجراح. مشاهدينا إذا الزمن المسجل لريد فالور بطلة هذا الشوط المميزة بالفعل. ريد فالور قدمت شوط جميل وحققت المبتغى. صاحب السمو الأمير سلطان محمد بن سعود الكبير. ومتابعة لنهائيات دورة عز الخيل 21 وعقد جديد لدورة عز الخيل. صاحب السمو الأمير النائب بن سلطان محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. ومتابعة لنهائيات دورة عز الخيل في اليوم الختامي واليوم الأهم لصراع الجياد والأفراس الباحثة عن الجوائز الأغلى. ريد فالور لاسطبل الغريبان قدمت ما لديه. أيضا هافنز عايز أيضا قدمت شوط جميل واحتلت المركز الثاني.
إذا نتيجة الوصول مشاهدينا الكرام المركز الأول لريد فالور في انتظار انتهاء وزن الخيالة. هنا ريد فالور مع محبيها واسطبل الغريبان التي حققت المبتغى والمطلوب والحصول على جائزة الشوط الثاني في نهائيات دورة عز الخيل البالغة 400 ألف ريال في شوط جمع نخبة أفراس التصنيف وانتهى لصالح ريد فالور. نتابع الصراع بالصورة المواجهة للأفراس، نتابع الصراع ريد فالور. هنالك كان قدوم من ليت نايت ريكويست التي احتلت المركز الرابع، فيما تراوكانيني حلت في المركز الخامس، والمركز الثاني الهافينز ايز. اما المركز الاول فهو لبطلة هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، إليكم النتيجة النهائية في نهائيات دورة عز الخيل في اليوم الختام لنهائيات دورة عز الخيل 21 أفراس الثلاث سنوات الأكثر تصنيف 99 فما فوق، أو مجموع الجوائز 90,000 دولار، اجتمعت على مسافة 1600 متر وقيمة الجائزة 400,000 ريال. حققت المركز الأول الفارس رقم 4 ريد فالور لاسطبل الغريبان من نصر بيو فتال. تدريبات فواز الغريبان والقيادة لعادل الفريدي. استطاعت ريد فالور أن تقطع مسافة الميل في دقيقة و38 ثانية و53 جزء من الثانية. المركز الثاني لرقم 5 هافينز ايز لأبناء صنيتان ضاري الفرم. تدريبات صنيتان الفرم والقيادة لعبد العزيز الموسى. المركز الثالث لهيستوري بوك لفهد عويض المطيري. تدريبات سالم الفرما والقيادة لفيصل الميموني. المركز الرابع ليت نايت ريكويست لإبراهيم محمد رشيد. تدريبات محمد رشيد والقيادة ليوسف الحسين. أما المركز الخامس فكان من نصيب الفرس تروكانيني لإبراهيم محمد رشيد. تدريبات محمد رشيد والقيادة لمشاري العيسى. ألف مبروك لاسطبل الغريبان. مشاهدينا الكرام لحظات وتسليم الجائزة لاسطبل الغريبان الحاصل على ثاني أشواط اليوم الثاني لنهايات دورة عز الخيل والحفل الختامي. أصحاب السمو الأمراء الأمير فهد بن محمد بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن مقرن بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير سيقومون بتتويج الفائزين في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام عبر الرياضية السعودية، مراسم التتويج. صاحب المركز الأول اسطبل الغريبان بعد فوز ريد فالور صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعد بن خالد آل سعود يسلم جائزة المركز الأول لاسطبل الغريبان. ألف مبروك. فيما يتسلم المدرب فواز الغريبان جائزته من صاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن مقرن بن عبد العزيز. ألف مبروك للمدرب فواز الغريبان. فيما يسلم من صاحب السمو الأمير سلطان بن نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير جائزة الخيال التي حصل عليها الخيال عادل الفريدي الخيال المتميز. يسلم صاحب السمو الأمير سلطان بن نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير جائزة الخيال التي حصل عليها المتميز عادل الفريدي. ألف مبروك لاسطبل الغريبان. فوز ريد فالور بثاني أشواط نهايات دورة عز الخيل في اليوم الختامي، اليوم الثاني، في انتظار المزيد والمزيد من الفائزين في الأشواط القادمة، أشواط الإثارة والندية. مشاهدينا الكرام لا تبتعدوا كثيرا، هنا الإثارة والندية في منتجع عنوفة في ميدان الملك عبد الله بن عبد العزيز للفروسية. أقبلت مثل الفارس وقت الحرايب، يوم صوت مصيح الغارة ذاعرها. أقبلت مثل الفارس وقت الحرايب، يوم صوت مصيح الغارة ذاعرها. نحرت لي قلت يا منش السحايب. يتسلم ايضا المدرب فواز الغريبان صورة الفوتو فينش لريد فالور
بعد تحقيق المركز الأول، إضافة من اللجنة العليا المنظمة لنهاية دورة عز الخيل أن يحصل الفائز على صورة لجوادي وهو يحقق الفوز يحتفظ بها، إضافة جميلة تقدم لملاك الخيل في هذا العام. الصورة التذكارية تلتقط للفرس ريد فالور مع جائزة المركز الأول ومع اسطبل الغريبان والمدرب فوز الغريبان. ألف مبروك لاسطبل الغريبان، للمدرب فوز الغريبان، للخيال عادل فريدي. زميلي المراسل جاهز الآن مشاهدينا الكرام لنقل الحوار الآن ربما مع الفائز، في انتظار زميلي أحمد أبو مسمار يستعد الآن لربما إجراء حوار مع الفائز اسطبل الغريبان. إذن ينتقل مشاهدينا الكرام الصوت والصورة إلى زميلي أحمد أبو مسمار في لقاء على الهواء الآن مباشرة مع مالك اسطبل الغريبان. تفضل أحمد. شكرا لك معلق السباق بكل تأكيد. رفاعي الغريبان أحييك عبر السعودية الرياضية، ألف مبروك. سباق ربما من يشاهده ونحن متواجدين في الشوط الثاني الكل توقع بأن الأول والثاني في آخر 200 متر هم من سوف يكسبون، ولكن شاهدنا ريد فالور يعني تواجد بشكل متأخر، ولكن في نهاية السباق تواجد في المركز الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحمد الله صاحب السمو الأمير السلطان محمد على هذا الدعم الأخوان الرياضيين وملاك الخيل، وأنا أقول الحمد لله والشكر له. طبعا كانت آخر 200 متر كانت 200 يعني المتر الأخيرة هي شبه الحاسمة طبعا، وكان الجوكي متأخر شوي، لكن الحمد لله بفضل الله أنه قدر ينهي الشوط لصالحه. توقعت بصراحة بأن يكون الخيل سوف يتواجد في المركز الأول مع قوة السباق لدى المتواجدين في المقدمة، الفارسين في المقدمة، ولكن أتى من الخلف وحصل على المركز الأول. والله الفرس يعني من ضمن الخيل القوية في هذا الشوط، ومتوقعين إن شاء الله هي إذا ما هي مركز أول ومركز ثاني، ولكن الخيل اللي معها بهدهم خيل قوية، لكن نحمد الله ونشكره على هذه النتيجة المفرحة للاسطبل الغريبان. كيف استعديتوا لهالسباق تحديدا؟ طبعا من سكر موسم ميدان الملك عبد العزيز، الكل مستعد لهذا الشوط، خاصة أصحاب الأفراس الأفراس المستورد مستعدين لهذا الشوط، ولكن الحمد لله مستعدين له وننتجنا إن شاء الله. في سباقات أخرى راح تشاركون فيها هالسنة في هالبطولة تحديدا؟ لا إن شاء الله احنا في بعد رمضان إن شاء الله راح نشارك في ميدان الطايف إن شاء الله، راح نكون متواجدين هناك اسطبل الغريبان إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا حبيبي. إذن مشاهدينا الكرام، هو بالتأكيد حديث رفاعي الغريبان صاحب المركز الأول في الشوط الثاني، والذي بالتأكيد حصل على مكافأة 200,000 ريال. ربما شاهدنا سباق قوي تحديدا في هذا الشوط الثاني. انتقل في الطرف الآخر مع الزميل عبد الرحمن العابسي وضيفه الكريم. تفضل عبد الرحمن. شكرا لك زميلي أحمد أبو مسمار، رائد العطاوي محلل الفروس القنوات الرياضية. اليوم نقول ريد فالور توقعته الشوط الثاني ما شاء الله تجيبها صحيحة. والله الحمد لله، نبارك لملاكها ونبارك للي حل الثاني هافنز ايز، كلها جياد مؤهلة، وهذه اللي تكلمنا انهم مميزات من موسم الرياض اللي استقطبوا من الخارج في الفترة الأخيرة، من أميز الأفراس في الميدان السعودي وأثبتوا على أرض الواقع. واللي جاء الثالث هيستوري بوك، أول مشاركة في المملكة العربية السعودية، وقدمت سباق لا يوصف، راح يكون لها كلمة مع الفرسين ذي في الموسم القادم إن شاء الله. نعم رائد، رغم السباق كله يعني من ناحية وناحية أخرى التنافس على ربما آخر 50 متر، شاهدنا ريد فالور ربما في آخر الأمتار هو تحصل بعد ما قادم المركز الثالث. هذا أمر طبيعي، خصوصا في عز الخيل، الجياد اللي تأتي الأشواط كلها متأهلة،